يا مساء الفل على كل متابعيني الحلوين. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما نبدأ القصة. يلا بينا نشوف القصة بتقول ايه. انا سارة وعمري 27 سنة، اتجوزت احمد من 3 سنين، وبقول لكم ايه صحيح، كملوا قصتي لان فيها كوميديا فظيعة واللخبطة لاخر الدنيا. حماتي اسمها سعاد، ست قوية شخصية وعمرها 52 سنة، بس لسه محتفظة بجمالها ودمها الخفيف. كانت بتحبني قوي وانا كمان بحبها، بس من بعيد لبعيد كده، لانها كانت بتتدخل في كل تفاصيلها في حياتنا، لون الستاير ونوع الاكل، حتى اسم البيبي اللي لسه ما جاش. ابويا الحاج مصطفى راجل محترم، ارمل من 5 سنين. بعد ما امي توفت عاش لوحده ورفض فكره الجواز تماما. بيقولوا امكم ملهاش بديل. المشكله بدات يوم سبوع ابن اختي، الواد اللي جه لخبط الدنيا ده. العيله كلها متجمعه عندنا، حماتي سعاد وابويا قعدوا جنب بعض بالصدفه. الاتنين دمهم خفيف وبيحبوا النكت، قعدوا يهزروا ويضحكوا طول الاسبوع. احمد جوزي غمز لي وقال لي شايفه ابوكي مندمج ازاي. ضحكت وقلت له يا سيدي خليه يفك شويه. بعد اسبوع لاحظت انه ساعات بتسال على ابويا كتير، ابوكي عامل ايه، صحته كويسه، طب هو بيحب الملوخيه، اصل انا بعملها حلوه قوي. في الاول قلت عادي مجامله، لحد ما في يوم لقيت احمد داخل متضايق وبيقول لي امي عايزاكي في موضوع، انزلي شوفيها عايزه ايه. دخلت لقيت حماتي مكسوفه زي البنات، قالت لي بصي يا ساره يا بنتي، انا هكلمك كأم، انا معجبه بالحاج مصطفى، هو راجل محترم وابن حلال وونس ليا. انا اتثبت مكاني. حماتي هتبقى مرات ابويا؟ طب انا هقول لها يا طنط ولا يا حماتي ولا يا مرات ابويا؟ رحت لابويا عشان اواجهه، لقيته قاعد سرحان وبيسمع ام كلثوم. الراجل قاعد بيسمع ام كلثوم. قلت له يا بابا هو في حاجه بينك وبين مدام سعاد؟ الراجل وشه احمر زي الطماطم. قال لي يا بنتي الست محترمه وبنت ناس وبنفتح كلام يعني. قلت له بتفتح كلام ايه يا حاج؟ قال لي في المستقبل. اكتشفت ان بقالهم 4 شهور بيتكلموا في التليفون كل يوم، وبيتقابلوا في النادي صدفه، وان ابويا اللي كان رافض الجواز بقى بيلبس ويتشيك ويحط برفان كمان. بعد شهرين ابويا جمعنا انا واحمد وقال انا طلبت ايد الحاجه سعاد وهي وافقت. احمد بصلي وانا بصيت لاحمد وفضلنا ساكتين 10 دقايق. احمد اول واحد نطق، يعني كده امي هتبقى حماتي ومرات حماية في نفس الوقت، وانا هبقى مرات ابنهم وبنت جوزهم؟ ابويا والله اللخبطه دي مش بتاعتنا. يوم كاتب الكتاب كان مهزله، المأذون نفسه اتلخبط، فين العريس وفين العروسه وفين المعازيم وفين الشهود، واتلخبط. طلعنا جبنا المأذون من بره. دلوقتي بعد سنه جواز الوضع بقى كالاتي. المسميات بقى ان احنا اتفقنا ان طنط سعاد قدام الناس، حماتي بيني وبين احمد، يا حاجه لما ابويا يكون قاعد. المهم هما بقوا ساكنين في شقه ابويا، وكل ما اروح لابويا حماتي تفتح لي. المشاكل بقى لما بنتخانق انا واحمد واروح اشتكي لحماتي، بتقولي معلش يا بنتي استحملي جوزك، ولما بروح اشتكي لابويا من حماتي يقول لي يا بنتي دي مراتي كلميها بالراحه. يعني انا بخسر في تلك الحالتين. الميزه الوحيده ان في عيد الام بجيب هديه واحده للاتنين واوفر. احمد بيقول لي احنا العيله الوحيده اللي لو اتطلقنا الانساب هتتفكك والعيله كلها هتتفكك. الخلاصه الناس بتقول مسيرك يا مرات الابن تبقى حما، انا بقى حماتي بقت مرات ابويا، والحياه ماشيه وكلنا بنضحك على اللخبطه دي. وابويا وطنط سعاد اسعد اتنين في الدنيا، وطلع فعلا الحب ملوش سن ولا حسابات. المهم بعد جواز ابويا وطنط سعاد بعد 8 شهور كنت قاعده في امان الله بشرب قهوتي، لقيت تليفوني من ابويا الساعه 7 الصبح، مش 6 بالظبط، كانت الساعه 7. وانا قاعده كده لقيته بيرن عليا، قال لي ايوه يا ساره عايزك في موضوع مهم. قلبي وجعني كده، قلت اكيد حماتي قلبت عليه ولا حاجه. قلت له خير يا حاج. قال لي تعالي افطري معانا النهارده. صوته كان متلخبط بين الفرحه والكسوف. رحت انا واحمد، فتحت لنا سعاد وشها منور وبتضحك ضحكه غريبه. ابويا كان قاعد متوتر وعمال يفرك في ايده زي العيال في اول جواز. احمد بصلي، انا قلبي حاسس بحاجه مش طبيعيه. ساعات حطت الفطار وبعدين مسكت ايد ابويا وقالت احنا عايزين نفرحكم، انا حامل يا ولاد. انا شرقت وانا بشرب الشاي، واحمد وقع من ايده كوبايه الميه. ابويا قال الحمد لله يا رب، ربي جبرني وجبر بخاطري بعد كبر. انا حامل ازاي يعني؟ قصدي مبروك طبعا. بس احمد ساكت بيعد على صوابعه. يعني كده اللي ببطن امي هيبقى اخويا واخو مراتي، وفي نفس الوقت هيبقى ابن حماية، وفي ايه انا، وهيبقى خالي ابني اللي لسه ما جاش، وعمه برضو. ابويا قال يا ولاد سيبكم الحسابات دي، المهم البيبي يجي بالسلامه. سعاد قالت الدكتور قال لي صحتي كويسه وربنا قادر على كل شيء. انا عندي 53 سنه صحيح، بس قلبي لسه اكنه 20 سنه. ابويا نفخ صدره كده وقال وانا الحمد لله لسه بصحتي، 61 سنه بس شباب. سعاد كانت بتتوحم على الاكل اللي انا بعمله. الساعه 2 بالليل لقيت ابويا بيتصل بيا وبيقول لي قومي اعملي لها محشي، وقال لي معلش يا بنت هو كله بصوابه.
رحنا للدكتور والدكتور قال لنا مبروك ده هيبقى ولد. احمد قال يعني هيبقى خالي الصغير، والدكتور قال خالك هو مش ده حماك؟ سكتنا كلنا والدكتور كتب الروشته ومشينا. اتخانقنا هنسميه ايه، ابويا عايز يسميه على اسم ابوه سيد، وسعاد عايزه تسميه مالك. احمد قال سموه عقيده عشان هو جاي يعقد الدنيا كلها. بصراحه انا غيرت شويه، انا متجوزه قبلهم ب3 سنين ولسه ربنا ما اذنش، وحماتي اتجوزت بعد وجابت بيبي قبلي، بس فرحت لويه قوي، شفت في عينه فرحة العمر. يوم الولادة المستشفى كلها كانت بتتفرج علينا، انا بعيط من الفرحة والتوتر، واحمد واقف جنب ابويا شد حيلك يا حمايه، قصدي يا ابويا، قصدي يا اخويا الكبير. ابويا يا ابني اسكت انت مش ناقصين لخبطه. الممرضه طلعت مبروك يا حاج مصطفى جالك ولد زي القمر. ابويا سجد شكر في نص الطرقه. سعاد طالعه من العمليات بتضحك، شفت يا مصطفى قلت لك لسه احنا لسه شباب. سميناه ياسين. الوضع الحالي دلوقتي ياسين عنده 6 شهور، والوضع بقى كالاتي: ابويا مصطفى بقى ابوه، وحماتي او مرات ابويا سعاد بقت امه، وانا ساره اخته من الاب، وجوزي احمد اخوه من الام، وابني اللي جاي ان شاء الله هيبقى ابن اخته وابن اخوه في نفس الوقت. امي الله يرحمها لو كانت عايشه كانت قالت ايه العيله اللي كلها كومبو دي. الخلاصه بقيت بروح لابويا الاقي حماتي بترضع اخويا، واحمد بقى هو اللي يشيل اخوه يقول له يا خالو، وياسين لما يكبر ويعرف اللفه دي كلها شكله هيدخل في طب نفسي. بس عارفين رغم اللخبطه البيت دمه خفيف. ابويا راجع الشباب 20 سنه، وسعاد وشها نور، وانا واحمد بنموت ضحك كل يوم على حالنا. وانا بعد ما ياسين اتولد بشهرين اكتشفت ان حامل، يعني ابن هيبقى ابن اخت ياسين وابن اخوه، والحدوته مكمله. يا جماعه اللي عايز نكمل بقيه القصه وبقيه اللخبطه دي اكتبوا لي في الكومنتات وانا هكملها لكم، وهنزل بالجزء التاني، بس لازم اشوف تفاعلكم.